قل لي، لماذا تتعلم اللغة الإنجليزية؟ عشان دي لغة العلم. حسنا، ماذا تعرف عن لغتك العربية؟ علومها وآدابها وصرفها ونحوها وبلاغتها وبيانها. شوية حاجات كده من أيام المدرسة. وبعدين أصلا بالعربي لغة صعبة كده ومعقدة، لكن الإنجليزي ده لغة العلم يعني زي ما أنا قلت لك. وبعدين دي اللغة الأكثر انتشارا يعني. تقصد لغة الأقوى والأكثر توحشا، هذا أولا، لأنها انتشرت بالمدافع النارية والمصفحات الحديدية التي مشت فوق أنقاض وجثث البلاد التي احتلوها. عفوا، أقصد نقلوا إليها حضارتهم وعلومهم ومعارفهم. وثانيا، ما الذي يمنعك من أن تجعل لغتك اللغة العربية لغة الوحي، لغة القرآن والسنة، اللغة الأولى، لغة العلم؟ ما الذي يمنعك من أن تجعلها اللغة الأكثر انتشارا في العالم؟ يا عم ده شغل الناس المتخصصة. تفكيرك هذا هو الذي أدى إلى ضعف صورة اللغة العربية وخفوت تألقها وتوهجها. هذا التفكير تفكير تواكلي تملصي من الواجبات المحتمة على الفرد من أجل نهضة أمته ولغتها. لي سؤال لك: ما هو أول انطباع تجده في نفسك عندما تسمع أحدا يتكلم العربية الفصيحة؟ ماذا تقول عنه؟ ماذا تحسبه؟ ألا تقول في قرارة نفسك باستخفاف قد يكون شيخا، أو طالب علم شرعي، مسلم أجنبي، أو بانبهار مستشرق غربي؟ ماذا لو وجدت أحدا يتكلم الفصحى في الأزقة والطرقات والمساجد والأسواق؟ ماذا تقول عنه؟ متخلف؟ أو تقول إنه متكبر في أحسن الأحوال؟ تقريبا كده يعني. إذا وما هو انطباعك الأولي عندما تسمع ما تظنه لغة إنجليزية بصوت أجش بلهجة أمريكية؟ ماذا تشعر حيال هذه اللغة والحضارة معا؟ بالإتقان؟ بالعلمية؟ بالتقدم التقني؟ أساسي يعني. أتعرف لماذا يا صاحبي؟ هذه الحال الكارثية التي وصلنا إليها هي نتاج أمرين اثنين. الأول، لا أقول قابليتنا للاستعمار، التدمير والوحشية، بل استمراء أكثرنا للاحتلال وأدواته، وانبهارنا بجوانب إنسانية من حضارته لا تغطي مهما كثرت سوءات ضلاله وعمه وطغيانه وجرائمه التي ارتكبها بحق البشرية. الثاني، استخفافنا واستهانتنا بما عندنا، استخفافنا بفكرنا، استخفافنا بثقافتنا، حاشا الاستبداد. لدينا أشرف لغة، ولكن بالمقابل لدينا أقل الكتب كما ونوعا. لدينا أشرف لغة، لكن بالمقابل نتكلم بالعامية التي لا تفتأ تسوء وتسوء وتسوء وتشوه رونق العربية. لدينا أشرف لغة ونتذمر من قواعدها أو التكلم بها، ولا نبذل أقل جهد لفهمها أو تطويرها وتطوير الدراسات القائمة على تعليمها. لا يرقى جهدنا المبذول في تعلم وتعليم لغتنا معشار جهدنا في تعلم اللغات الأجنبية الأخرى. بينما يرفض الألماني في ألمانيا أن تحدثه بغير لغته ولو كان يعرف اللغة الأجنبية التي تحدثه بها، ويربأ التركي بلغته أن تتكلم لغته بطريقة ركيكة. بينما نحن نبدع في تشويه لغتنا وإضعافها. طب انت ايه رأيك انت في المصطلحات الأجنبية دي؟ هنترجمها ازاي؟ يعني المصطلحات بتاعت الاختراعات بتاعت الأجانب هنترجمها ازاي؟ نعم، يمكننا تعريبها، وهذا دأب الخاملين. لكن العاملين هم الذين يبدعون المخترعات وأسمائها. أليس من الأفضل أن ننشغل في إيجاد هذه المخترعات عوضا عن تعريب أسمائها؟ ولو قال قائل إن العربية قاصرة على تدريس الفروع العلمية لوجد في الجامعات السورية خلاف ذلك. ويحلو لي أن أستشهد بقول الشاعر الصقلي أجنازيا بوتينا إذ يقول: ضع في السلاسل شعبا، جردهم من ملابسهم، سد أفواههم لكنهم ما زالوا أحرارا، خذ منهم معاملاتهم وجوازات سفرهم، والموائد التي يأكلون عليها والأسرة التي ينامون عليها،
لكنهم ما زالوا أغنياء. إن الشعب يفتقر ويستعبد عندما يسلب اللسان الذي تركه له الأجداد، وعندها يضيع للأبد.